حفر قبر لنفسه، وبعد 3 أيام من حفر القبر مات. وكان يجي يحط وشه في وش الرسول، فالرسول يدور وشه الناحية التانية. فيا ترى مين ده؟ أبو سفيان بن حارث كان شبه الرسول صلى الله عليه وسلم في الشكل جدا، وكان ابن عم النبي، وكان أخوه في الرضاعة كمان، وكمان طبعا كان صديق مقرب للرسول طول حياته تقريبا. طبعا انت لما سمعت كل الكلام الجميل ده والعلاقة ما بينهم ان هم كويسين يعني ما بين الرسول وأبو سفيان، أكيد هتتوقع ان أول ما الرسول الوحي ينزل عليه أبو سفيان ده هيكون من أول المسلمين. ولكن للأسف كل توقعاتك خاطئة، واللي حصل العكس تماما، ان أبو سفيان بقى من أول المعادين في الإسلام. للأسف اتحولت الصداقة دي لعداوة بينه وما بين الرسول بسبب الدعوة. وكان في الوقت بتاع الدعوة ده أبو سفيان كان من أكبر الفرسان في قريش، وكان من أمهر الشعراء فيهم. عن أول ما قريش تعمل حرب ضد المسلمين كان للأسف يكون فيها. كمان كان يكتب شعر في الرسول يسيء ليه ولأصحابه وللدين الإسلامي أشد إساءة، وفضل على ده الحال لمدة 20 سنة تقريبا، ما سابش فيهم أذى ما عملوش المسلمين. ولكن تخيل إن قبل فتح مكة بشوية صغيرين يأسلم أبو سفيان. سبحان الله. وأصلا إسلامه كان قصته أغرب من الغرابة. القصة كلها إن أهله قعدوا يزنوا عليه إن هو يأسلم قبل ما الرسول يجي يفتح مكة، لأنه لو الرسول فتح مكة هيخلصوا عليه، يعني ده ما شاء الله ما سابش حاجة ما عملهاش فيهم، فهيقتلوه. قعدوا يزنوا عليه إن هو يأسلم ويتبع الدين الحق، وهوب أسلم في نفس اليوم. سبحان الله. آخر كده أسلم بسبب زن العيلة، يعني ما شاء الله العيلة جابت نتيجة. أنا معرفش هما كانوا فين من بدري، كانوا يزنوا عليه بقى من قبل 20 سنة. ليه 20 سنة بيعمل خطايا وهم ساكتين؟ بس يلا مش مشكلة، المهم إن هو أسلم. قرر أبو سفيان إن هو يروح يقابل الرسول ويعتذر على كل الأذى اللي عمله في المسلمين. بس لما جه يقابل الرسول رفض مقابلته. الرسول رفض مقابلته لدرجة إن أبو سفيان كان يحط وشه في وش الرسول بيبص عليه، كان الرسول يبص وشه الناحية التانية. يجرب تاني ويلف الناحية التانية عشان يبص في وش الرسول، يروح الرسول رفض تام ان هو حتى يبص في وشه، لدرجة ان الصحابة لما شافوا رفض الرسول التام ده بدأوا يبصوا لسفيان بصات كده يعني من تحت لفوق، اللي هو فيه ايه. اللي حسن حظه لا ابو العباس، فراح له على طول وقال له، وبدأ يعني يشرح له الموضوع ان هو خلاص اسلم وان هو مش هيعادي المسلمين تاني، ونفسه في رضا الرسول، يعني بس هي دي الأمنية الوحيدة. فراح قاله ان هو ما يقدرش يغير رأي الرسول بعد اعراضه الشديد عنك ده. ففضل ابو سفيان بقى ورا الرسول في كل حتة تقريبا، كل ما يروح مكان يفضل وراه، لدرجة ان هو كان بيقعد على باب بيته ما بيعملش اي حاجة غير ان هو كل ما يخرج يمشي وراه على امل ان الرسول يرضى عنه. الموضوع وقعد فترة طويلة والرسول برضو معرض تماما عنه. قرر ان هو قال يعني لأهله ان هو يروح الصحراء ولا هياكل ولا هيشرب ويموت بقى على وانا خلاص كده ماليش لازمة يعني. خبر ده جه للرسول اول ما طلع من بيته، راح باصص لأبو سفيان. تخيل، صدق او لا تصدق، اخيرا ابو سفيان قال ايه ده بصلي، والله بصلي. في كتب التاريخ لما جه يوصف البصة اللي بصها له الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول إنها أرق بصة شافها، وإن البصة دي كأنه بيقول فيها أنا مسامحك وراضي عنك. حنين بقى صرح الرسول فعلا إن هو بجد راضي عن أبو سفيان، فقال غفر الله له كل عداوة عادهاني. الرسول صلى الله عليه وسلم كتب أبو سفيان في شعر طويل. وفي خلافة عمر حفر أبو سفيان لنفسه قبر، وبعد 3 أيام بجد من حفر القبر مات. هو بيقول لأهله لا تبكوا علي فوالله ما تعلقت بخطيئة منذ أسلمت. وبس كده خلصت الحدوتة. وما تنساش تقولي لو انت كنت مكان أبو سفيان كنت يا ترى هتعمل ايه؟